أهلا بيكم أصدقائي متابعين قناتي ومتابعين مسلسل تل رياح. رجاء قبل البيت مش تنسوا دعم بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناة. بدأت القسم الثاني بدخول الطبيبة عليهم وبيسألوها كيف كانت يعني حالة والدتنا أو أمي. فبتقول لها إن تعرضت السيدة توالي إلى أزمة قلبية بس هتكون بخير، ولكن طبعا في الوقت ده زينب بتتخض وتقول كيف هي الآن، يعني ازاي تعرضت لأزمة قلبية. أتاها من الجيد في الوقت الحلو ولكن عليكم أن تكونوا حذرين، يعني تكونوا واخدين بالكم منها في الوقت الحالي وما تتعرضش لأي توتر ولا أي زعل مرة أخرى، وإن انتوا توكلوها أكل صحي وتهتموا بيها. قالت لها طب هي هتكون بخير، قالوا لها طبعا، قالت الطبيبة إن هي هتكون بخير بس هتفضل تحت الملاحظة لعند الصبح وهتخرج الصبح، بس عليكم إن انتوا تتجنبوا التوتر أو الزعل لها بأي طريقة ممكنة. وفي الوقت ده طبعًا بيقول لها شكرًا، وبتقول طبعًا تتمنى لها الشفاء العاجل وبتسيبهم وتمشي. أراكم غدًا، واللي هي تشوفها بعد كده طبعًا. مروة بتقول كيف ستتجنب التوتر، يعني قلنا هنعمل كده إزاي؟ في الوقت ده زينب بتقول سنبذل قصارى جهدها، طبعًا سام بترد عليها. بعد كده زينب بتتعب نفسيًا وبتقول لهم سأخرج لأتنفس بعض القليل. في الوقت ده طالما سلمى بتقول لها يعني مش هتكوني قاسية على زينب في الوقت الحالي، يعني زينب ما لهاش ذنب. قالت لها لأ، هي السبب. قالت لها طب إزاي هي السبب؟ قالت لها لأ، ما هي اللي عقدت الصفقة مع ذلك الرجل. طبعًا مروة واخدة زينب هي اللي خسّرتهم الفلوس وهي السبب في كل حاجة. المهم كان خليل بيتكلم في التليفون فقفل، فبيدخل جوّه، فزينب تيجي صادمة في خليل، فبييجي مشهد حلو جدًا وهُم الاتنين في حضن بعض. زي ما أنتم شايفين دلوقتي ده طبعًا بيمسكها بيقول لها يعني اهدي أنتِ مالِك؟ فطبعًا كانت منهارة وبتبكي. وطبعًا زي ما أنتم شايفين هو بيتوه خالص لمّا بتنظر لاقي بينسى نَفْسه أصلًا تمامًا، بيفقد الوعي. المهم هي بترد عليه بتقول إن إحنا كنا نتحدث مع الطبيبة، وقالت طبعًا أمي يعني تعرضت لأزمة قلبية. أنت كنت على حق يا خليل، كل شيء حدث بسببي. أنا دمرت عائلتي، يعني عائلتي اتدمرت بسببي، يعني مشيوا ورايا وأنا اللي دمّرتهم. وطبعًا خليل اتصدم بكلام بتاع زينب. في الوقت ده بتيجي أخته، مش بتدّي له فرصة اللي هو يرُد، بتيجي أخته على طول فبتقول لها: "زينب كيف حالِك؟ يعني حزنت جدًا عليكِ يعني وجيت أطمّن." طبعًا أخته دي طيبة جدًا باحبها. المهم كيف حال والدتِك؟ قالت لها طبعًا إن هي تعرّضت لأزمة قلبية ولكنها بخير، ولكنها ستكون بخير، ولكن هتبقى الليلة تحت الملاحظة وهتخرج بكرة. قالت لها: "لا تزعجي نفسِك ستكون بخير." في الوقت ده خليل دخل لجوّه، قالت لها: "طيب تعالي ندخل لجوّه." في الوقت ده طبعًا آآ بولند بيرن على زينب، فزينب بتبُص وتقفل التليفون، فقالت لها: "طب تعالي ندخل جوّه عشان نشوف والدتِك عاملة إيه." فطبعًا زينب بتاخدها ويدخلوا جوّه. طبعًا ده القسم التاني. إذا عجبكم الفيديو مش تنسوني في اللايك والاشتراك في القناة واستنوني بقية ترجمة الحلقة.